إسراء ياسين، فلتة لم شمل والورقة الرابحة لعلي فاضل مثل ما سميتك. مساء الخير. مساء النور، مساء العافيه. شلون صح امشي؟ شفت التقرير؟ اي شفته. ايش رايك بيه؟ قلت لك علي لا والله؟ تسوي روحك ما شفته. لا شفت التعليقات، بس انا اقول انت شفتيه مجامله لو انتبهتي له كتشخيص؟ بصراحه يعني انا كنت دا امر مرور الكرام بالانستغرام، فشفت علي عطوف دا يحكي فانا لازم اسمع هذا واجبي. اقول لك اسراء مقله باللقاءات ليش؟ الحقيقه يعني شوف هي اسباب العمل، اسباب الالتزام، فيعني هي بالنهايه تصير حسب، يعني ما حاسبه لها حساب او مقررت لها انت فشي. مع الكم ام النوع من الاعمال الفنيه او الايفنتات اللي تغطي الاعمال الفنيه؟ هو ايفنتات نشوف اكيد النوعيه نوعيه. طبعا. شنو تدرسين شيء جديد؟ اني كعمل كدراسه. لا عمل. عمل حاليا يعني انه اني اليوم قدمت مشاهده مسرح. ايوه ونتمنى ينقبل طبعا، لانه هو العمل يعني للمعهد اللي انا طالبه معهد، وان شاء الله يا رب يكون قطار الموت شو اخباره؟ انا هسه يلا عرفت انه انت نازله بطله بقطار الموت، لان صار كان تعتيم اعلامي عليه للاسف. قطار الموت على قناه العراقيه 7 حلقات. ليش ساكتين؟ ليش طافي الدعايه اللي عليه؟ اعتقد لانه هو يعني حاليا بطور العمل والمونتاج وتقفيل اخر الحلقات يعني، فاعتقد انه لما يكملون العمل يقول لك يلا انا اقدر يعني احكي براحتي او نازله بطله بيش صحيح؟ اي هو بطل. سولفينا عليه شوي. العمل كلش حلو، العمل مهم لكونه هوية تاريخية حقيقية، العمل بشخصيات كلش مهمة سواء بالواقع أو اللي يجسدوه، لأنه اختيروا بعناية يعني أنه أسماء مهمة بالمسرح بالسينما، يعني هم صح ما معروفين هواية تلفزيونيا، لكن هم يمتلكون الأدوات اللي تنطي روح هاي الشخصيات. تخيلي بها خيون يدفر نعمة الله. الله لا بغى أحبه لا تحكي عليه. هي المشكلة سواها. على فكرة ترى هو ما له ذنب يعني. شلون صالحتك بها برغم انت درت وجهك وطلعت من البيت. كلش احبه بهاء، انسان كلش رائع، وانا اعرفه يعني من قبل المسلسل بالمنتدى، صح كانت العلاقه بسيطه على قد السلام والهلو، بس يا الله انسان جميل محترم. اقول لك توقع اسراء الجزء الثاني من لم شمل يصور خارج العراق. اي اتوقع. واذا هو انا اتوقع يعني هذا شيء ايجابي. واذا انه الجزء الثاني ممكن طلعوا وهسه لربما مشاهدك انت هنا كون باقي هنا. بس اكو هيك توقع، اكو هيك فكره، مناقشين هيك فكره. احنا ما مناقشين هيك فكره، واذا اكو ليش لا اني اطمح احد اعمالنا يطلع برا ونشوف عمل إلنا برا ونقول هذا عملنا، هذا شغلنا، هذا شغل عراقي. انا متوقع لم شمل يطلع هو الجزء الثاني يكمل برا، انه سالفه الترانزيت ونزلوا في دوله فلانيه. ان شاء الله اتمنى. هذا جمهورك شنو تقولي له؟ بعيونك اثنين مو بواحد. بعيوني اثنين، مو بس بعيوني، بعيوني وبقلبي، يعني كلش احبكم. شكرا لدعمكم الي، شكرا لتواجدكم وياي طول هاي الفتره، كلامكم ردكم علي هو كان الحافز الاكبر اللي يخليني اطلع اشياء احلى. شكرا لكم هوايه، وشكرا لعلي عطوف، وشكرا لياسر هماتين. شكرا اسراء. ايوه شكرا لك.